السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن أسوأ عام في تاريخ البشرية. العلماء صنفوا السنة ديت إن هي سنة مشؤومة. اللي حصل في السنة ديت كتير قوي، كان تقريبا هيقضي على البشر، وده بسبب الكوارث اللي حصلت. سنة ربنا العالم بيها. طب تعالى بقى نشوف حكاية السنة ديت إيه. يلا بينا. سنة 536 ميلادية. السنة ديت أوسخ سنة عدت على البشرية، واللي أنا بقوله لك ده بناء على مصادر كتير أوي اتقالت عن السنة ديت. أنت عارف هي أوحش سنة ليه؟ اللي كان عايش في السنة ديت حس إن القيامة هتقوم خلاص. هي فعلا كانت أسوأ سنة عدت على الناس، وما حصلش كده قبل كده ولا حصل كده بعد كده. أول حاجة حصلت في السنة ديت الظلام الدائم. تخيل كانت تصحى من النوم، تقف في الشباك بتاع بيتك عشان تشوف الشمس، فجأة تلاقي الدنيا ضلمة. أيوة، الكلام ده بالنهار. نهار ليل بقى الدنيا ضلمة. والكلام ده قعد كتير، كام شهر على كده. غمامة ضخمة جدا غطت السما كلها، ومنعت أشعة الشمس اللي هي تنزل على الأرض لعدة شهور. انت بقى نهارك وليلك بقى واحد، وده خلى درجة الحرارة بتاعة الجو كله تنزل خالص. الشمس كانت شبه القمر، وده سبب رعب في مناطق كتير قوي. تاني حاجة برودة غير معتادة. انت عارف الشمس ما بتطلعش، اكيد مش هيبقى في حرارة في الارض. في حاجة حصلت في الارض كده بتحصل يعني ما بين فترات، ظاهرة الشتاء البركاني. درجة الحرارة قلت بشكل كبير جدا، وده خلى حاجات كتير قوي تحصل، زي المحاصيل تلفت، ما عادش حد لاقي ياكل. وده هيخلي فيه مجاعات، أزمات غذائية في مناطق كتير قوي في العالم. تالت حاجة الثوران البركاني. العلماء بيقولوا إن اللي حصل في السنة ديت كله كان بسبب ثوران بركاني ضخم، وممكن الثوران ده يكون حصل في أيسلندا أو في أمريكا. الرماد البركاني انتشر في السماء، عمل غمامة على الشمس، فخلى الناس عايشة في ظلام. وده برضو اللي خلى درجة الحرارة تنزل في الأرض. ولما درجة الحرارة نزلت في الأرض، حصل نقص في الغذاء وتلف محاصيل، وحصل مجاعات وأزمات اقتصادية وحاجات كتير. رقم 4 الأمراض والأوبئة. بعد كل اللي حصل ده أكيد هيحصل أمراض والمجاعات وسوء التغذية وشوية الظلام اللي الناس قاعدين فيهم، وكمان برودة الجو. كل ده بيئة نشطة لانتشار الأمراض. بداية بقى من الطاعون اللي انتشر، وده موت مثلا 10% من سكان الأرض، غير أمراض كتير أوي ظهرت. رقم 5 الاضطرابات السياسية والاجتماعية. الأزمات الاقتصادية اللي كانت بتحصل في العالم والمجاعات، كل ديت أسباب خلت فيه اضطرابات سياسية واجتماعية. الكلام ده مش في دولة واحدة، ده في معظم دول العالم. مفيش استقرار في العالم، حروب وقتل في كل حتة في العالم. التدهور الزراعي والانخفاض الحاد في الإنتاجية، كل ده بيؤدي لانهيار الاقتصاد، والاقتصاد ده بينهار في معظم دول العالم، وده بيخلي فيه أزمات اقتصادية. في ناس هتيجي تقول كلامك مش مظبوط، تعالى لما اثبت لك بالدليل العلمي. العلماء اكتشفوا بقايا أشجار قديمة قوي، وبقايا الأشجار ديت من سنة 536. أيوة، هي السنة اللي أنا بتكلم عليها. واللي حصل في الأشجار ديت بيثبت الكلام اللي أنا بقولك عليه. بيثبت إن سنة 536 شهدت ظروف مناخية غريبة جدا. الدراسات الحديثة أثبتت إن الفترة ديت فعلا كانت أكتر فترة برودة على وجه الأرض. سنة 536 كانت مزيج من الكوارث الطبيعية والكوارث البشرية، وده خلت ظروف المعيشة في السنة ديت صعبة جدا. التأثيرات المشتركة اللي حصلت في السنة ديت الكوارث الطبيعية زي البراكين والظلام اللي حصل والبرودة، والكوارث البشرية اللي حصلت زي الحروب، خلت السنة ديت أسوأ فترة عدت في تاريخ البشرية.